لماذا لا نخشع في قراءة الفاتحة وهي أعظم سورة في كتاب الله؟ وإذا سئلت ما هو أعظم دعاء على وجه الأرض علمه الله لعباده، لا تقول رب ادخل الجنة، لا، ليس هذا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لا. أعظم دعاء في الوجود وفي الحياة، ويكفيك لو قرأته في الحياة كله ما طلبت غيره تدخل الجنة، هو سورة الفاتحة. أعظم دعاء، لأن الله هو الذي علم عباده. الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. الرحمن الرحيم، مجدني عبدي. مالك يوم الدين، أو أثنى علي عبدي، ثم قال مجدني عبدي، إلى أن قال هذا لعبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إذن وإنه لهدى، الهدى هو القرآن، وأنت تقرأ القرآن كل يوم. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقول صلى الله عليه وسلم أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج أو خداج أي ناقصة. أعظم مطلوب في الحياة الهداية. واللي الآن يا أخوان ضالين وضايعين ومنتكسين وفي النار يسيرون وفي هم وغم، سببها أن الله ما هداهم. وأنت ماذا تقول؟ اهدنا، دلنا يا رب. ومو بمرة، كل ما صليت، لو تصلي نافلة اهدنا، فريضة اهدنا. والسؤال يا أخوان، الهداية ما دليل، ما هي أنوارها؟ القرآن هداية، كيف يكون هداية؟ لا يكون القرآن هداية إلا لمن تدبره وتعلمه. ولذلك يا أخوان بعضنا عمره 60 وبعضنا عمره 40 وبعضنا عمره 30 ما جلس يوم في حياته عند شيخ يفسر له سورة الفاتحة. شيخ الإسلام ابن تيمية فسر سورة الفاتحة في 30 جزءا، الله أكبر، 30 مجلد سورة الفاتحة. نعم، بل وابن القيم عنده كتاب مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، كتاب 400 صفحة بس يتدبر قول الله إياك نعبد وإياك نستعين، الله أكبر. وبعضنا ما عرف المنازل هذه وما تدبر فيها، ولذلك هداية القرآن في قلبه ناقصة. أعلمنا من هو؟ أعلمنا أخشانا من هو؟ أعرفنا بالله. أعرفنا بالله من هو؟ أكثرنا هداية. من المهتدي؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك أنا وإياك نقرأ الفاتحة كل يوم 17 30 40 مرة، نقرأها في كل نفل وفرض، نطلب الله الهداية، والقرآن كتاب الهداية. اهدنا. ولن تكون مهتديا بالقرآن وأنت لا تعرف مراد الله. أنا الحين لو أقول لك قصيدة بالإنجليزي وتهز راسك وأنت ما عمرك تعرف الإنجليزي لا A ولا B وتهز راسك، وش تقول؟ يقول لي جنب، قال والله أن ذا أجهل الناس، يهز راسه على شيء لا يعرفه. ترى بعضنا أحبابي، بعضنا يهز راسه في القرآن وهو لا يدري ولا يعلم، لا يتدبر، لا يتعلم. ولذا أحبابي عند قراءة الفاتحة باختصار، ما رأيكم نقف عند هدايتها بما نتكلم عن القرآن وهو هدى؟ ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم الله يعلمك أن الصراط المستقيم ترى فيه طائفتين ما سلكته ودخلت النار، المغضوب عليهم والضالين، اليهود والنصارى وأتباعهم. ما جريمة اليهود؟ ما جريمة النصارى؟ اليهود عندهم علم ما عملوا به، والنصارى عبدوا الله على غير علم. ولذلك الله شبه اليهود بالحمار وشبه النصارى بالكلب، أجلكم الله. الكلب قال مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا مثل النصارى الذين لا يعبدون الله بلا علم، واليهود عندهم علم لكن ما عبدوا الله عليه. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. أكرمكم الله، الحمار لو تحط عليه صحيح البخاري ومسلم يصير مثقف؟ هل ينتقل من جهله إلى علم بوضع العلم فوقه؟ لا.
هذا قال الله المغضوب عليهم والضالين ما عندهم هداية. إذن المؤمن من هو؟ المؤمن الذي عنده هداية هو الذي يعلم ويعمل. ولذلك الإنسان يخشى من الله، يخشى من الله أن يكون عنده علم ما عمل به. وكم علم عندنا وما عملنا به. يا ربي كما سترتنا فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب، وإنه لهدى ورحمة. ونتكلم في أفياء الهدى أن هذا القرآن أيضا أول آية فيه تحدي، وبعد التحدي إعلان أنه دستور النجاة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. تحدي اللي كان صاد يدخل الريب والشك في القرآن. كتاب تحدي، يتحدى الله من أول آية بعد أول سورة. ذلك الكتاب، هذا الدستور لا ريب فيه. إياك أن تشكك في أحداثه ولا في وقائعه. تحدث عن الأخلاق وتحدث عن العقائد وفي المعاملات وفي قوة التعبد. كل دستور الحياة في الكتاب ولا ريب فيه، لا شك فيه. ليه؟ لأنه من لدن خبير عليم، من لدن خبير لطيف، من لدن العليم الحكيم جل وعلا. ثم قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، وهذا الشاهد، هداية وهدى للمتقين. الله يجعلني وإياكم منهم. ولذلك أثبت الناس على الاستقامة أثبتهم اللي ما ينتكسون ولا يضلون ولا ينحرفون ولا تختلط عليهم الطرق ولا تختلط عليهم السبل، ودائما ثابتين، ودائما أنوار الوحي في قلوبهم وأنوار الوحي بين أيديهم وبأيمانهم وتسير في. هؤلاء هم أفقهنا في كلام ربنا. ولذلك أنا أدعو، ويسمعني إمام المسجد المبارك، أنا أدعو أن يكون عندنا كل يوم في مسجد منيرة العريفي وفي أي مسجد كل يوم نتدبر ولو آية. الله أكبر. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وإيش؟ يتدارسونه بينهم. يتلون. لاحظ بعضنا يا أخوان يتدارس السنة وهذا جيد، لكن قبل ما تدرس السنة اقرأ القرآن الذي السنة تفسره، ولا لا؟ القرآن دستور الحياة، الهدى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. حتى قيل أن شيخ الإسلام ابن تيمية يوم في القلعة عندما قربت نهاية حياته ندم ندامة، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شغلت بغير تفسير كلام الرحمن. الله أكبر.